السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وما ناقصكم حتى خير. ومرحبا بكم في قناه خبز وزيتون. في الوصفه ديالنا تاع اليوم ان شاء الله غادي نحتاجو الطحين والماء والخميره الكيماويه والملحه. هنا عندي كيلو ديال الطحين دقيق الابيض متعدد الاستعمالات، ولا توفر عندكم الممتاز استعملوا الممتاز يكون افضل. غندير هنا الخميره الكيماويه، الملحه، معلقه الزيت، وغادي نبداو تنعجنو. نضيفو الماء، بسم الله. غنعجنو العجين ونعاودو نتلاقاو من بعد باش نشوفو القوام ديالها كيفاش داير. العجينه ديالنا حنا عجناها، تيبقى هذا هو القوام ديالها. تكون شويه بحال ديال المسمن، تكون شاده في راسها شويه. غادي نغلفها بلاستيك الغذائي ونحتفظ بها حتى ساعه ولا ساعتين، ولا كاع يمكن نبيدها في الثلاجه حتى الصباح ونخدم بها. انا هكا غادي نحطها دابا تسرح، وملي تطلق بيد ما نوجد الحشوه ديالي اللي غادي نعمرها بها ونتلاقاو ان شاء الله. عجينتنا ها هي من بعد ما تسرحت هكا تكون وتطلقات. هنا عندي اللوز بودرة، ضفت عليه قرفة وسكر كلاصي، وعندي خليط ديال الزبدة وشوية الزيت. هنايا تنكونو طلقنا الورقه ديالنا وتندردروا عليها الخليط ديال اللوز والقرفه والسكر. وقبل من هاد العمليه هادي تنكونو دهناها بالزيت والزبده. انا نسيت ما درتهاش، نتوما ما تنساوهاش، ما ديروا بحالي. وغادي نبقاو مستمرين هكا، تنعمروا كل وحده ونديروا وحده في وسط وحده حتى تنكملوا الخدمه ديالنا، تنكملوا العجينه اللي عندنا.
تناخدو الرغيفه الاولى اللي صوبنا نغلفوها بهذه. صافي تنبقاو مستمرين هكا حتى تنكملوا كاع الكويرات اللي عندنا ونتلاقاو ان شاء الله. هنا عندنا دوك المسيمنات ديالنا اللي جمعنا، دوك جوج كويرات الاخرانيين ما تنديروش فيهم اللوز، تندير فيهم الدقيق اولا مايزينا، وتنعاودو نغلفو بهم باش يبقاو كطبقه اخيره اللي ما غاديش باش ما تقطع ليناش بحبيبات اللوز.